وما قال ابو عبد الملك جالس قصد ونظم حروفه في قوافي سلسله، حروف الأسى والحزن والقهر والعقود، من القلب قد هجود قوافي الهلو، على زوجات ذي البعده الطرف ما راقد، شريكة حياتي بنت الأجواد الأولى. قصيدة من كلمات بسام شوقي أخو علي أبو عبد الملك، تحكي وتعبر عن وفاة زوجته المتوفية، ألف رحمة الله عليها. القصيدة تحكي وتعبر بما فيها، يلحنها أبو مهران، توزيع ومكساج الأستاذ هشام الكوماني. مع تحيات تسجيلات الكوماني. كريم العطا والجود يا حيا يا صمد، ويا من خلقت النار والكون بأكمله، أسألك تدحني من الهم والنكد، وتجعل في الدنيا طريقي مسهلة، لك الحمد ثم الشكر ما يحتاصي عدد، وأستغفرك كل مكتوبة ترسله، وأستغفرك كل مكتوبة ترسله. وما قال أبو عبد الملك جالس قصد، ونظم حروفه في قوافي من سلسله، حروف الأسى والحزن والقهر والعقود، من القلب قد هجور قوافي الهلو، على زوجتي ذي بعدها الطرف ما رقد، شريكة حياتي بنت الأجواد الأولى، أخذها علي الموت ذي قطاع القلب، أخذها وهي نور الحياة المفضلة، وخلى السوالة والنور من قلبه يفتقد، وخلى دموعي من عيوني مسيلة، وخلى دموعي من عيوني مسيلة. سراج العيون كانت للنور والسنود، وكانت شريك الروح في كل مسألة، وفيها الوفا والطيب والخير والسدود، وفيها معي بخلاص في كل مرحلة، وكانت تسليني في الضيق والجهود، وتشفي جروحي بالكلام المعسلة، وكانت علاقتنا مع حب معتمد من أهل الوفا فيهم وقبيله، وعشنا جاسد واحد وجاب كله الولد، وجاه القادر والقلب أشعر بمكانه، وجاه القادر والقلب أشعر بمكانه، وفي موته قد سال دمعي كوم البرود، وصارت حياتي والمشاعر ما خلخلوا، نعم حزنها بقي في القلب للأبد، خسر علي بنت الشيوخ المجننوا، عليها سلام الله في كل معتقد، وعن أهلها كل الجمايل مبجلوا، أبوها محمد منبع الشموه الأسد، به الشكر والتقدير مني قبلوا، وأم الفاقدة الوفا عندها يجد، هي العماه اللي في وفاها ما كملوا،
هي العمة اللي في وفاها وما كملوا. ويا رب ترحم زوجتي رحمتك مدد إلى رحمتك والعوف يا رب تصلى. وفي رحمتك تتغمد الروح والجسد وتجعل سكنها الخلد في خير المنزل. وبه فرق بين الناس بالطيب والعناد وكل له عادة وطابع يمثله. صلاتي على المختار من الحقق سجد محمد رسول الله الذي ربنا ارسله. محمد رسول الله الذي ربنا ارسله.